ولشعوب تلك الدول. ثانيا، أنا نعتقد أنه بالنسبة للجبهة الشعبية وبكل تواضع لا أحد بإمكانه أن يزايد حول موقف الجبهة الشعبية من الإرهاب ومن العصابات الفاشية الإجرامية، والوعي بهذه خطورة هذه الآفة ليس وليد اليوم، قد يكون عند غيرنا وليد اليوم. أنا سمعت شكون يقول اليوم الدولة مهددة والمجتمع مهدد والشعب مهدد. منذ أكثر من 3 سنوات الوطن والشعب والحرية في خطر. نفوتوا. أنا بكل صراحة لا أحد بإمكانه أن يزايد ذاك الكرسي هذاك فيه مباركة كان يوما ما فيه محمد البراهمي، التالي زياد اليوم مش موجود، كان يكون واحد من العلامات الأخرى للثورة التونسية شكري بالعيد. احنا نعرف هذه الآفة وتطورها، وهي تتغذى بطبيعة الحال من الأوضاع الداخلية ومن السياق العربي والدولي. وأنا في الحقيقة القرار نتاع إعلان حالة الطوارئ نضم صوتي إلى رفاقي وزملائي. هذا الإعلان منافي للدستور ويطرح إشكال قانوني. ثم رئيس الجمهورية وقت يشير إلى الأمر الصادر في 78، شنو الإشارة اللي أعطاها للشعب التونسي لتلك المجزرة اللي قام بها النظام آنذاك ضد النقابيين؟ وأكثر من ذلك، أنا الكلمة نتاع رئيس الجمهورية بداها بالاعتصامات والإضرابات والفصفات، وبعد باش تفكر لا أعرج على حرية الإعلام، وبعد باش تفكر الإرهاب وليبيا. هذه مخاوفنا تتأكد هنا. احنا عندنا أكثر من 3 سنوات ندعو إلى وضع خطة وطنية واستراتيجية شاملة. مش معقول حكومة تحتها 800,000 بطال وعاطل وتتحدث بجدية عن مقاومة الإرهاب. مش معقول أجهزة ومؤسسة أمنية، وإحنا نحيوا الأمنيين والعسكريين في مجهوداتهم، ولكن لم تتقدم في إصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية. جاوبونا ماذا وقع في هذه البلاد خلال 3 سنوات؟ جاوبونا على العجز الموازية، جاوبونا على التعيينات الحزبية، جاوبونا على أبو عياض كيفاش موجود في ليبيا، جاوبونا على نستنوا فيه من قدام ولا من تالي، جاوبونا على رئيس الجمهورية وقت اللي يقول الدولة ستنهار. ما تنهارش الدولة، تنهاروا أنتم المرتعشون ينهارون. الدولة وشعب تونس شعب استثنائي. احنا تخوفاتنا تأتي السياق اللي يأتي فيه إعلان حالة الطوارئ. تعدون إلى إجراءات مؤلمة، أنتم تقولوا مؤلمة ومريرة. فعلا البلاد في حاجة إلى إجراءات، لكن إجراءات تعلم من استفاد من ثروات هذه البلاد، من الحفظة، من اللي عبوا من خيرات الشعب التونسي على امتداد عقود، من شركات النهب والمؤسسات المالية والدول الاستعمارية. مش التقشف على الناس وعلى الفقراء وعلى المزمرين. أنا نقول لكم باهي وقت وصلنا إلى المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب، لكن يلزم يكون في سبتمبر سيد رئيس الحكومة، ويلزمنا نحضروا خطة شاملة. ما تنجمش تنجح أي دولة وأي مؤسسة أمنية وعسكرية إذا كان حصلت مقاومة الإرهاب بين أجهزة